بلغ المغرب نهائي كأس إفريقيا تحت 17 عاما للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على مالي بركلات ترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل دون أهداف. ركلة الترجيح شهدت تألق حارس مرمى أشبال الأطلس طه بن غزيل بتصديه ل3 ركلات. بعد أن حققوا الأهم يريد فتيان المغرب أن يضعوا الكرزة فوق كعكة التأهل إلى المونديال. لم يسبق للأشبال أن بلغوا المشهد الختامي، وسبق للنسور مالي أن حلقت بالكأس نحو ديارها في مناسبتين تبحث اليوم عن حضور رابع في النهائي. مباراة مغلقة حاول فتحها القائد العملاق عبد الحميد أيت بودلال لكن أخطأ الإطار، وكذلك فعل إسماعيل بختي الذي حول برأسه عرضية محمد الحموني بعيدا عن المرمى المالية. والأخطر في نصف ساعة كانت للنسور. أونج مارسيال أصاب عارضة المغاربة، وبين يدي طه بن غزيل سدد أونج مارسيال مجددا دون خطورة واضحة. وخطورة الأشبال جاءت من كرات ثابتة. برج المراقبة أيت بودلال برأسه بين يدي بورا ماكوني. أما الأخطر بداية النصف الثاني فكانت يسارية من إبراهيم ديارا أصابت زاوية 90. ثم تجدد اللقاء بين أونج مارسيال وطه بن غزيل، ومرة أخرى تفوق المغربي على المالي، وكاد يتفوق أدم شاكير على بورا ماكوني حين حول عرضية محمد رضوان على عارضة مالي. ولم تبتعد كرة عبد الحميد المعالي كثيرا عن القائم الأيسر المالي في فرصة كادت تلون بياض النتيجة. سيطر التعادل إذن، ولجأ الخصمان لنقطة الجزاء من أجل فضل الشباك. استمرت الركلات لسلسلة ثانية. تألق طه بن غزيل وصد 3 وأحرز الزهواني آخر ركلة. المغرب لا يريد فقط مقعدا في المونديال بل مكانا بين المتوجين.